قال لنا ليس هنالك ما يخيف، نحن الخير لنا ليس هنالك ما يخيف، نحن الخير بطاعنا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صباح الخير والسعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. انا نورة من قناة شوكو سكينة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. فطرنا بقى وشربنا قهوتنا، وتعالوا نشوف الروتين بتاعنا النهاردة بقى انا حبيت اغسل البطاطين. طبعا كل الشتاء عمالين نستعمل فيها، ومش بحب ابدا اشيل البطاطين يعني وهي مش مغسوله. احب اغسلها كده واشيلها واعقمها وارشها كده بمعطر حلو كده قبل ما تنشف في الشمس، واطبقها واشيلها في الدواليب كده. بجد بتبقى ريحتها جميله وتبقى جاهزه اي وقت الجو يسقع والشتاء يجي، خلاص يبقى عندنا استعداد للشتاء اللي جاي ان شاء الله. نيجي بقى هنا، انا بعصق اللحمه المفرومه، بحب احطها في معلقه سمنه ومعلقه زيت الاول قبل البصل. بحس ان افضل كتير لما انزل اللحمه المفرومه كده واديها صدمه، بجد بتبقى خطيره. اول بس ما تبقى لونها جراي شويه هبتدي بقى احط البصل واوسع لها مكان كده في النص، واضرب بصل بقى واحطه عليها. دي بقى تعصيق لحمه، طريقه سهله وبسيطه. هنا بقى اقطع بصل، ما لقيتش بقى عندي بصل في الفريزر اللي بخزنه، يعني بجد منجز جدا وسهل جدا. يعني هو بنقطعه ونفرمه في الكبه بالطريقه دي مع قرن فلفل احمر او اخضر، او ما تحطوا فلفل رومي براحتكم خالص. بجد منجز. يعني اول ما البصل كده يرخص تجيبوا كميه وقعدوا كده اعملوا يوم مخصص للبصل، قشروه قطعوه. هتتعبوا شويه وهتدمعوا شويتين، بس بجد يعني هيريحكوا خالص، هيخليكوا ان انتوا يعني مش هتحسوا بملل. حتى لو هتعملي بانيه اي حاجه، طلعي مكعب البصل من الفريزر، محطش عليه ملح، محطش عليه فلفل، محطش عليه اي حاجه خالص. فقلت بقى بالمرة بدل ما اضرب بصلاية كده للحمة المفرومة او بصلتين، فضربت 5 6 7 10 بصلات كده، فرمتهم بالمرة وعملت كيس كده قمر هوريهولكوا. هحطه بقى في الفريزر عشان اسهل على نفسي. هنا بقى لما بقطع البصل بحب بقى الاكياس بتاعه السوبر ماركت اللي هي نظيفة طبعا مش مبلولة خالص، بقطع اكياس كده ناشفة، فبشيلها كده في كيس واحد او اجمعها في علبة. بجد يعني برمي فيها زبالة، حاجات اللي هي كده. فبدل ما نقشر البصل في الحوض او على الرخامة او نقشره في طبق، طب إيه لزومه؟ تمام. اكياس كده من اللي بنرميها في الباسكت دي، نحط فيها بقى كل تقطيع الخضار عليها ونرميها. نزلت بقى بالبصل على اللحمة المفرومة. هنا بقى بهارات ريحانة دي خطيرة، لازم تجربوها. وكمان بهارات شيفي اللي هي 7 بهارات برضو حلوة جدا. انا عشقي في البهارات بجد ملوش وصف، يعني بتدي ريحه كده وطعم. فبحب بقى اجرب بهارات ابو عوف، اجرب بهارات ماجي، بهارات هو ده البصل اللي بقولكوا عليه بظهر سكينه طبعا، مش بسن سكينه او بظهر شوكه كده او معلقه حاجه، بس يدوب بس اجزأ بيها المكعبات. هنا بقى البصل خلاص اختفى في اللحمة، طبعا اديته تشويحة تمام مع اللحمة المفرومة. بحب بقى عشان اعمل مكرونة بشاميل احبها طبعا بالطماطم، مع طماطمايه كده صغيرة او طماطميتين، بجد بتدي طعم حلو قوي للمكرونة غير لما بتبقى سك خالص. المكرونة البشاميل دي بتولعي بقى كذا عين كده على النار وانت شغالة، بتتعمل يعني مبتاخدش وقت خالص، وبعدين بندخلها الفرن. بصراحة اكلة كده يعني كاملة متكاملة. هنا بقى المية غليت طبعا، عشان اسرع الغليان اسرع واسرع حطيت شوية من الملح. زي ما انتوا عارفين طبعا الملح بيسرع الغليان، لازم نحطه قبل المكرونة او مع المكرونة في نفس الوقت، عشان المكرونة لو ما اتملحتش في الاول خلاص ما بيبقاش ليها طعم خالص، عاملة زي الرز كده. سيبت بقى المكرونة تستوي كده مع نفسها 3 4 دقايق، وكل شوية بديها تقليبة. هنا بقى جيت للبشاميل، هنا قفلت عن اللحمة المفرومة المتعصقة خلاص بقت تمام. حطيت لها بهارات ملح فلفل اسمر، حطيت لها رشة بابريكا. البشاميل بقى المظبوط جدا معلقة زبدة ومعلقة زيت او معلقة سمنة ومعلقة زيت، عليهم معلقة من الدقيق. يعني كل معلقة معلقة زبدة ومعلقة زيت، تمام كده. فاهميني طبعا. انا حطيت بقى 4 معالق زبدة و4 معالق زيت و4 معالق دقيق.
نعمله كده مع بعض يا دوب بس شم ريحة الدقيق. طبعا مش عايزاه ياخد لون خالص. نزلت بمكعب من المرق وده اختياري، عايزين تحطوا شوربة مفيش اي مشكلة. نزلت بقى باللبن 4 كوبايات من اللبن، رشة فلفل اسمر ورشة ملح خفيفة. والمكون بقى السحري اللي بحطه في البشاميل بجد بينقلها في حتة تانية خالص وبيخلي ريحتها خطيرة. الفانيليا، ما تستغربوش يا جماعة، انتوا عارفين طبعا الفانيليا بتحط على الحلويات، لكن في البشاميل بجد بتبقى ريحتها حلوة قوي. حطيت بقى معلقة القشطة، طبعا دي حاجة خطيرة وبتخلي اللبن غني جدا. هجيب بقى البايركس او الصينيه اللي هعمل فيها صينيه مكرونه بشاميل. المكرونه 400 جرام، انا حطيت كيس او 500 جرام، يعني ما تكتروش عن كده الا لو هتكبروا وتعملوا صاج كبير. فصينيه المكرونه الحلوه دي اللي بتكفي حوالي 6 افراد، وقطع حلوه كبيره هو 400 جرام من المكرونه، مش اكتر من كده، عشان ما تبقاش كلها مكرونه، يبقى في معادله ما بين المكرونه وما بين اللحمه. حطيت في أرضية الصينية معلقة من البقسماط المطحون وفردتها كده، وكمان ممكن تنفضوها في الحوض بعد ما تفردوا البقسماط بحيث يدي كفر كده. دي حاجة من الحاجات اللي هتخليها عمرها ما هتلزق منك. حطيت بقى كبشة من البشاميل برضو في أرضية الصينية. وبعدين نزلت بكبشة من البشاميل كده في الأرضية، وبعدين نزلت بالمكرونة فرفضتها كده على قد ما قدرت، وبعد كده حطيت اللحمة المفرومة، وبعد كده فردتها كويس، حطيت عليها طبق من المكرونة كمان. طريقتها سهلة وبسيطة جدا وقيمة غذائية عالية ومشبعة، مش محتاجين جنبها بانيه، مش محتاجين جنبها اي حاجة تانية، هي قطعة كده قيمة غذائية تحفة. ممكن بقى نعمل جنبيها شوية من السمبوسة، شوية سبرينج رول، شوية من سلطة. ممكن نعمل كمان صينية جلاش ونقسم من اللحمة المفرومة النص كيلو ونقسمه، نعمل صينية جلاش صغيرة وصينية مكرونة صغيرة، يبقى كل واحد قطعة مكرونة وقطعة جلاش، هتبقى وجبة لذيذة ومختلفة. حطيت بقى موتزاريلا طبقة كده تحت البشاميل، وكمان طبقة فوق البشاميل، بجد بتبقى خطيرة وبتتحمي من النار، تبقى بتمط كده في الاخر، بتبقى بجد طعمها كمان لسه بالغناوة والطعامة اللي فيها. طبعا اللي على الوش ده عشان يدي لون تحفة، وفي حاجات كتير برضو بتدي وش للمكرونة ولون جميل هبقى اقول لكم عليها. هنا بقى حبيت اجيبها كده في الشمس، بجد الشمس بتنقل اي حاجة، يعني بتخليها لونها خطير، مفيش احلى من الطبيعة. الفرن طبعا سخن من ساعة ما كنت بعمل البشاميل، يعني يسخن حلو، درجة حرارة 180، هيقعد في الفرن نص ساعة ل45 دقيقة. هي تاخد لون بقى قمر كده، لو عندكم مروحة في الفرن تمام، مفيش اخر دقيقتين 3 هنولع الشواية. على بقى ما المكرونة تكون استوت، اكون بقى انا ظبطت الحوض وفضيته بحيث استقبل المواعين اللي بعد الغدا. تقلقوش من كتر البشاميل، طبعا المكرونه فارت شويه بس الحمد لله منزلش حاجه بره. خلصت بقى المواعين اللي في الحوض كلها وغسلت الخضار. هعمل بقى طبق سلطه كده بدبس الرمان وشويه من السماق، هيخليه خطير. ده ايه لو ولادكم مش بيحبوا السلطه، بجد لو عملت لهم دبس رمان كده وليمون كتير على السلطه بجد هينبهروا بيها وهيحبوها جدا. وغيروا التقطيعه، يعني لو بتقطعوها مربعات صغيره قطعوها انصاف، يعني لو الخياره مثلا بتقطعوها صغير كتير، لا غيروا التقطيعه، تبقى مثلا الخيار نصين زي ما انتوا شايفين كده اللي هي شكل هلال. نحاول ننقلها شويه لسلطه الفاتوش، بجد الولاد كلها بتحبها وبتستمتع بيها غير السلطه البلدي العاديه. نحاول نجدد كده، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وكومنت قمر لو مشتركة جديدة عشان ارحب بيكي في الكومنتات. ده بقى كان شكلها بجد، يعني شكلها وهمي، يا دوب فتحت الشواية حاجة كده دقيقتين مش اكتر. ده شكلها في الشمس برضو، بقول لكم الشمس بتدي رونق كده وجمال للحاجات اللي قدامنا. وبكده كان اكلنا جاهز النهارده، وحاجه سهله كده وبسيطه، قلت افكركم عشان الناس اللي بتبقى محتاره عندها لحمه مفرومه مش عارفه تعمل ايه، اعملوا مكرونه بشاميل بجد خطيره. نكتر بس البشاميل شويه عشان نداري الوش بتاع المكرونه ما تنشفش مننا. وده كان شكلها، كانت اخر قطعه فاضله في الصينيه، قلت اصورها لكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في فيديو جديد.